من المؤكد يحصل صدام محتمل بين مؤسسة الرئاسة ومين؟ مؤسسة الجيش فيما يتعلق بشؤون الجيش، لا فيما يتعلق بإدارة الدولة. هقول لكم المادة 152 بتقول ايه؟ 152 رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة، حقه حتى لو كان مدني، ولكنه لا يعلن حالة الحرب ولا يرسل قواتنا المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني وثلثي مجلس النواب. قيد يقول له القائد الأعلى على من فوق، لكن عفوا قرار الحرب قرار خطير، قرار الحرب قرار عواقبه وخيمة. احنا قضينا نص عمرنا في إعادة بناء ما دمرته الحروب. قرار الحرب قرار خطير جدا ويمثل الأمن القومي، مش هتعمله لوحدك إلا بعد موافقة مين؟ مجلس الدفاع الوطني وأيضا ثلثي مجلس النواب. فإذا كان مجلس النواب غائبا، أي في حالة عدم انعقاد أو منحلا، رئيس الدولة لا يستطيع أيضا أن يعلن حالة الحرب إلا بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني ومجلس الوزراء وموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وده أمر يتمشى مع حماية الأمن القومي في المادة 87 من دستور 2014. المادة 204 الخاصة بمحاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري. مدنية مهمة جدا جدا جدا. يعني في إطار المقارنة اللي أنا زميلي أنور سالم الإعلامي الهاوي، نص المادة ده احنا بنقارن، ما بنقولش نعم ولا لا، بنقارن عشان الناس تكون رأي. في دستور 2012 كان نص المحاكمات العسكرية على النحو التالي المدنيين: يحاكم المدنيين أمام قضاء عسكري في حالة أي إساءة لأفراد القوات المسلحة ومنشآتها. فكان النص فضفاضا عاما. النص الحالي المادة 204 نص مقيد، لا يمثل المدنيين أمام محاكمات عسكرية إلا في أحوال 4. الأولى جرائم التجنيد كالتهرب من أداء الخدمة العسكرية، والثانية إفشاء أسرار عسكرية، والثالثة الاعتداء البدني على أفراد القوات المسلحة والفي حكمهم، والرابعة الاعتداء على المنشآت العسكرية. وكلها أمور تحتاج فعلا إلى أن يكون القرار العسكري موجود في الصورة. المادة 201 الخاصة بتعيين وزير الدفاع، تقوم تعيين وزير الدفاع. أنا هشرح حاجتين بس بصحيح واحد. المادة 201 والمادة 200 كام؟ المادة 204. 201 وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ده العرف العسكري في مصر، ويعين من بين ضباطها. يبقى شيء طبيعي أن يكون وزير الدفاع إيه؟ عسكري، ما دام قد نص في ديباجة الدستور على أن مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة حكومتها مدنية. أنا متحفظ على النص ده، النص الأخير، الجزء الأخير من النص. أنا مع بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، لكن مش مع أن النص يختزل فنقول أن حكومتها مدنية. اللفظ الأفضل لنا هو أن يكون حكمها مدني، وفرق كبير ما بين الحكم المدني والحكومة المدنية. نظام الحكم يا سادة يشمل سلطات ثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية. أما الاختزال إلى حكومتها مدنية ففقط الاختزال ينصب على السلطة التنفيذية فقط. نأمل في القادم أن يكون نص على الصيغة التي نأملها ونحن بها. في أمور في الدستور بتقلق البعض. ما يعمل الدستور إلا إن أنا على المستوى الشخصي
كل اللي بحلم بيه كمواطن مصري بسيط ان الدستور ده يكفل الحياة الحرة والكريمة للمواطن المصري البسيط. أنا قريت في نص المادة 27 ما يمكن أن يحقق هذا من خلال التنمية المستدامة، العدالة الانتقالية. في المادة 241 إلزام المشرع الدستوري للمشرع الوضع القادم كمجلس نواب إن خلال دور الإنعقاد الأول أول 8 شهور من عمر البرلمان القادم ينتهي من مشروع قانون العدالة الانتقالية، أحد أهم مطالب ثورة 25 يناير. الكلام ده لو المشرع الوضعي انتهى منه فعلا خلال ال8 أشهر الأولى لعمر البرلمان القادم، نقدر نقول إحنا قدرنا نحقق حياة حرة وكريمة للمواطن مين؟ المصري. وأنا كنت دايما أقول، لما كنت بحاضر مع الخمسة أقول لهم يا جماعة خدوا بالكم، أنتم منشغلين بالإرهاب. أنا بقول لكم هناك ما هو أخطر من الإرهاب، هناك الفقر. هناك الفقر اللي بيزيد بمعدلات كبيرة بين المصريين في محافظات بعينها، ونحن نرى أن هذا الفقر قد يكون أشد خطرا عليكم من مواجهة مين؟ الإرهاب. اللي أنا عايز أختم به إن أنا أنصح كل السادة الحضور إنهم يكونوا حريصين على أن يكون بيد كل منهن نسخة من الدستور. إن ما لفت نظري أستاذ محمود إن كل ما أروح لقاء الناس تقول فين نسخ الدستور؟ اللي هي سلعة ممنوعة هتتباع في السوق السوداء، ده مرمية على الأرض. اللي جاي هنا عند شارع الجلاء اللي جاي مرمية على الأرض. ثمن النسخة الموقع الرسمي للجنة 50 عليه النسخة الأصلية وسعرها 3 جنيه. طبعا أخبار اليوم وغيرها. يعني لما كل واحدة عفوا تتخلى عن كيس الشيبسي النهارده لابنها أو أختها الصغيرة، هجيب الدستور معاها يعيش معاها مدة من الزمن، تقرأ مواده بدقة وعناية وتكون رأي. والله لو هي شايفه نعم تقول نعم، شايفه لا ليا بقى رأي آخر بقى. اللي ما قراش الدستور وما فهمش مواده أفضل يقعد في البيت. والنهارده القرضاوي أفتى بوجوب مقاطعة هذا الدستور من غير ما يقول ليه بيفتي. ما هو ده مفتي بأجل يعني. أفتى بوجوب المقاطعة. أنا بقول ممكن نقاطع بس لو إحنا ما كوناش رأي. يعني لو حضرتك ما كونتش رأي بنعم عن قناعة أو لا عن قناعة، شهادتك هنا شهادة زور. ده رأيي الشخصي. ده رأيي الشخصي. هذه الشهادة شهادة زور. وإذا كان الحق ده حق ليكي وواجب عليكي، يعني ده على حساب التجربة الديمقراطية. لكن هنا احنا عايزين ناس تبقى خارجة عن قناعة عن إرادة. اللي عايز يقول لا يقول لا، مفهوم مليان مش حد يمنعه. عايز يقول نعم يقول نعم وكفى وانتهى الأمر. احنا مش غادرين يا جماعة في معركة. ما نأمله إن الاستفتاء يمر على النحو اللي يظهر مصر قدام العالم، اللي عينه على مصر النهارده مفتوحة قد كده، ويبقى شاهد على هذه التجربة سواء كان بالإيجاب أو كان بالسلب. أنا بكتفي بهذا القدر حتى أفسح المجال لأي أسئلة واستفسارات وتحت أمركم. شكرا يا جماعة على الاستماع. في حد عنده أسئلة؟ اتفضلي. إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بلا، وده سؤال على فكرة أثار جدل بين الدستوريين على الفضائيات، لكن هنقول لك الرأي العلمي والأكاديمي. إذا جاءت نتيجة الاستفتاء على هذا الدستور بلا، وده احتمال قائم، لن يعود دستور 2012، وإنما بما يملكه رئيس الجمهورية المؤقت المشاع منصور كسلطة تشريعية كمشرع، له الحق في أن يصدر إعلان دستوري مؤقت بعدد ما من المواد لتسيير الحياة السياسية لحين تشكيل لجنة جديدة لإعادة صياغة تعديلات جديدة بدستور جديد. ونفضل بالرئيس المؤقت لغاية يستمر. إذا معناه تمتد مرحلة انتقالية كمان حد أدنى 6 أشهر تالية لحين الانتهاء من صياغة دستور جديد بلادي. والسؤال الثاني اللي بين السطور، هل الأحزاب دي هترجع تاني؟ هل حزب الوطن هيرجع تاني؟ ولا هو هيرجع تاني؟ والنور موقف ايه معانا؟ في هنا موقف لازم يكون يحصل
من لجنه شؤون الاحزاب، لان الدستور بيقول ايه؟ يحظر قيام حزب سياسي على اساس ديني او طبقي او طائفي او ايه؟ او فئوي. فهذه الاحزاب لو حابه ترجع تاني هترجع بادوات جديده، باقنعه جديده، بوجوه ايه؟ جديده. وعلى اللجنه ان هي تتحرك دقه في مثل هذه المسائل. السؤال ده مهم جدا جدا. الحقيقه على السؤال ده هذه الاسئله يا جماعه تتعلق بالمستقبل. السؤال عن المستقبل ده ماذا بعد الاستفتاء سؤال مهم جدا جدا. هو طبعا احنا في النهايه بنشكر استاذنا الكبير الاستاذ الدكتور محمد شريف. يعني بنتمنى طبعا ان احنا يبقى في عدد من اللقاءات القادمه ان شاء الله. ويعني ولكن زي ما هو قال كلمه مهمه جدا احنا هنطلع منها. اللي ما قراش الدستور وما فهمش معنى الدستور ايه ما يروحش ينتخب. انت نازله تقولي رايك تبقى انت فاهمه تقولي ايه. هتقولي اه ليه؟ هتقولي نعم ليه؟ هتقولي لا ليه؟ كويس؟ لان هذا حقك. ده الحق بتاعك. وهذا الشعب اللي حط رئيسين في سجن وحط حكومتين في سجن، يعني اعتقد ان هو لازم يكون فاهم. لازم يكون على وعي كامل جدا 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 من الفهم. زي ما قال استاذنا الدكتور محمد ان الشعب الان بيسبق الحكومه في القرارات وبيسبق الحكومه في كل احتياجاته. في النهايه بنشكر الدكتور محمد حجازي الشريف. لا هذا الامر موال. امر ده وارد يعني. معلش هو امر وارد وهذا راي لابد ان احنا نتقبله ولابد ان احنا نتعامل معاه. وبرضه بنشكر الاخ العزيز زميلنا الكريم الاستاذ انور سكرتير عام للجمعيه. وبنشكر الاستاذه الهام يعني اللي هي طبعا يعني متحمسه قوي للنشاط الثقافي